السلام عليكم. هلا أخت نور، أتوقع اسمك نور إذا ماني غلطان. رسالة حقتك وصلتني، ما شاء الله هالأيام صايرة الرسالة ما تطول، توصل على طول، مع إنك ما عملتي لي منشن. بصي يا حبيبتي، أولا لغة العربي ما هو أبوك اللي اخترعه عشان تجي تمنعيني من الكلام، مش أبوك اللي اخترعه. لغة العربي هي لغة القرآن لكل المسلمين، والقرآن نزل لكل المسلمين، ولا هذا كمان تبوا تغيروه ولا كيف؟ تبوا تطلعونا حتى من القرآن ولا فهمونا ايش القصة بالضبط؟ فلما ابوك يكون اخترع لغة واتكلم عنه ساعتها تعالي من عيني بتقولي اذا تكرهي للعرب واذا عندك كره للعرب لا تتكلمي لغة العربي. انا ما عندي اي كره للعرب، وانا ماني مضطرة اشرح لك هذا الشيء. انا اساسا كان نفسي واسكت اطنشك لانه كلامك مرة ما هو منطقي اصيبك، بس قلتي ايه؟ ما انت يا زوزو متعودة تحترمي الناس، بقى كملي. قلت خليني عاملك على قد أقلك، على قد أقلك، عارفة؟ فأنا ما عندي أي كره للعرب وكلهم يعرفوا. بالنسبة للإسرائيل، أنا كمسلم ضد الإسرائيل، وهذا الشيء يا ريت قبل ما تطلعوا تتكلموا على الناس. أنا دهين قبل ما يجي أتكلم عنك أنتي، والله إنه شفت فيديوهاتك من أول ألين فوق، ماني من النوع المستعجل أمسك شيء. فأنتوا دققوا من أول فيديوهات عشان تعرفوا عن الشخص، يعطيكم معلومة ولو حتى شوي قبل ما تطلعوا تتكلموا على هذاك الشخص. فأنا بالقضية المسجد الأقصى عمرها ما كانت قضية الفلسطينيين بس، بل كانت قضية كل المسلمين. وأنا كمسلمة ما أنه جاني كلام مؤسف منكم وإنتي حبشية وش لك بالفلسطين كلام كتير وما حمني، طلعت عملت شيء اللي أقدر أعمله، سويت شيء زي أي الناس تستخدم سوشيال ميديا، لأني قبل كل شيء إني أنا مسلمة. فلو رحتي شفتي هذا الشيء ما كنت طلعتي تكلمتي. وأنا ما قلت لكم ليش كرهتوا الإسرائيليين، أساسا ما جبت سيرة الحب والكره. كسياسة في أشياء كثيرة تربطنا مع إسرائيل، أيوة هذا الشيء ما بنكره، بس كمسلم أنا ضد كمسلم. فأنا كان رسالتي كان واضح، قلت لا تدخلوا السياسة بالدين، عرفتي كيف؟ وبعدين ما هو كمية المسلمين كم عندكم ولا كم عندنا. بتقولي انه ما كنا نعرف عن الاثيوبي قبل السد، قولي ما كنت عارفة، انت اللي ما كنت تعرفي. بالنسبة للسياسي ورئيسنا حبيبنا تيجي تتكلمي عليه، انت واشكالك ايش دخلكم عشان تتكلموا على الغدية بين القبائل اللي تصير في بلدنا؟ ليه ما تشغلوا نفسكم بشيء تاني؟ ليش تتدخلوا تحشروا نفسكم؟ فلا تصغروا مخكم، فيا ريت لا لو تتكلموا كلام وانتو مش قدها، كلام انتو مش قدها. فأنا احترمتك وعشان كده رديت عليك. መንግስታችን ዲያስፖራ ግባ ታስፈልግ በዚህ ነጥብ እስማማለሁ። እንደ አስፈላጊነቱ ብቻ ሳይሆን ግን አስፈላጊም ነው። የምላስ ድሮን ብቻ በቂ አይደለም ለመዋጋት ማለት ነው። አንቺ እንዳልሽው ነፃነትሽን በክንዲስ ሳይሆን ያመጣሽው፣ ነፃነትሽን ለማምጣት እየሞከርሽ ያለሽው የ10 ዓመት ህፃን ካልዘመትክ ለእናትህ ቁራሽ ዳቦ አይሰጣትም ስለተባለ ብቻ ባሩድ ከተጋፈጠው ጋር ነው። ምን አለበት የእውነት እንደው ዲያስፖራው ማንኛውም ወገን ገብቶ የባሩዱን ሽታ አሽትቶ በርገርና ይሄ ዊስኪ ጭንቅላታችሁ ውስጥ ያለው ማለት ነው የባሩዱ ሽታ ሲነጣው በቃ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ይገባቸዋል። ሰው ለምን ከጥፋቱ ተማረ ብሎ ለምን ሰላም ሰበኩ ብሎ ምን ነው አንቺ የትግራይ ህዝብ ለእንደው ለወሬ ነጋሪ አይትረፋልሽ። ሳናቱ ምን ገብተሽ ልዘምጪ? የትኛው ክንድሽ ፕሮማክስ ያዘው ነው ወይስ ላፕቶፕ የተደገፈው? አረገኝ እናንተ ያንቺ ደግሞ የተለየ ነው እንዴ? ጅሎች አቤት ጋሽ አቤት። ጅል እኔ ጅል አይደለሁም እንዴ? አንደኛ ነኝ። አንደኛው አቤት እንደሱ ነው የሚያምርብህ። ግጭት አልፈልግም እንዴ? ረስቸው 2015 እኮ ትሞታላችሁ ተብለን ነበር። ሞትን እንዴ? እኔ እንጃ። አልሞትንም እኮ አልሞትንም። ወሰዳታ። እነዚህ አክቲቪስቶች ግን ምንድናቸው? ጅሎች ናቸው። አረ ይድፋቸው። ሐሰት የሚያወሩ በምኞት የሚኖሩ ሁሌ በየቀኑ እውነትን የሚቃረኑ በጭፍን የሚበጠረቁ ያልነቁ በነጠላ ጫማ ሱፍ የሚለብሱ አልነቁም እኮ የሆነ አክቲቪስት አለ፣ ስም አልጠራም። ምንድነው? ጅላንፎ ነው።